السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير ومتهنيين. دخلنا بقى خلاص يا جماعة على الشتاء. دخلنا في فصل الشتاء. فصل الشتاء ده طبعا بينشط فيه الفيروس. عايزة اديكي بس شوية معلومات بسيطة وحلوة وهتستفادي منها جدا. تمام. بس ايه، انصتي ليا شوية وفي نفس الوقت نفذي لصحتك وصحة أولادك وصحة أسرتك كلها. نفذي وما تكسليش. حاجات بسيطة جدا جدا جدا، ولكن لازم نستعملها في الشتاء. ده لازم، ده أكيد. تمام كده. بصوا ده معايا ايه. ده مش مية ورد ولا حاجة. لا، ده لبان دكر، منقوع اللبان الدكر. تمام. مية سخنة، كوباية مية سخنة، وحطي فيها شوية لبان دكر ونقعيه كل يوم الصبح. اشربيلك معلقة أو معلقتين. حلو الكلام، كلام زي الفل. عندك المسمار اللي هو القرنفل مع حبة البركة، اعمليهم كمشروب، اشربيه في نص النهار مرة 2، مش هتفرق خالص ومش هيعمل معاكي اي حاجة سلبية، بالعكس كله ايجابي. حبة البركة يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بيها. سبحان الله، يعني سبحان الله. إيه، كان في حد كل ما اما يروح للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له في حاجة وجعاني، يقول له خد حبة البركة. خد حبة البركة، خد حبة البركة. ياخد حبة البركة يروق. الراجل ده أنا مش عارفة بقى ايه هو، من طبعا من ايام النبي عليه الصلاة والسلام. يا بخته طبعا ان هو حضر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إيه، بدأ هو يعمل كده مع مراته. بدأت مراته تقول له إيه الولد بطنه بتوجعه. يقول لها اعملي له حبة البركة. الولد عنده صداع، اعملي له حبة البركة. يعني هي كل حاجة هعمل حبة البركة. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام قال لي كده، وانا لما كنت بشربها كنت ببقى كده فعلا بروق وابقى كويس. يعني الحبة السوداء دي معجزة إلهية يا جماعة والله العظيم. تمام. هنحطهم على بعض ونغليهم ونشربهم بأي كمية انت عايزاها، مش هيحصل أي حاجة. خدي واحدة قرنفل من القرنفل ده. تمام. واحدة، امضغيها كل يوم. كل يوم حطيها تحت ضرسك، امضغي فيها، نزلي كل العصارة اللي فيها، تنزل بطنك، تنزل بطنك. تمام. كل العصارة اللي فيها نزليها، امضغيها لغاية ما تطلعي العصارة بتاعتها خالص. وبلعي وبلعي وبلعي. تحفة، تحفة. بتضيع اي ريحة كريهة في الفم. بتنظف المعدة، بتنظف القولون، بتعمل حاجات كتير جدا. حبة اللي هي الهيل يا جماعة، اللي هي الايه، اللي اسمها ايه، قولوا معايا. اللي هي الحبهان يا جماعة. كل يوم امضغي حبة واحدة. طعمها مش وحش، بالعكس طعمها جميل جدا جدا جدا. كل يوم الصبح كلي 7 حبات تمر. تمام. 7 حبات تمر. لا قدر الله انت بتتعبي من السكريات، برضو التمر فيه سكر برضو يا جماعة، عشان نبقى صراحة مع بعض. كلي 3. المهم اي حاجة فردي، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، برضو حاجة فردية. كلي 3، كلي 7، كلي 9، زي ما انت عايزة. تمام كده. إيه، تحفة. اهم حاجة بقى، اهم من ده وده كله كله كله، تداومي على ايه؟ كوباية المية السخنة الصبح. كوباية المية السخنة. كوباية المية السخنة دي بجد بتعمل حاجات رهيبة. عارفة احنا عندنا في المعدة في بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة. كوباية المية السخنة دي بتلم البكتيريا النافعة في المعدة، فاحنا ضمننا ان البكتيريا النافعة نشطة وشغالة كويس، وهتقاوم اي فيروس وهتقاوم اي ميكروب هو ده المطلوب اثباته.
يعني عايزة اقولك البنجر يا جماعة، الشمندر ده، مش عارفة بقى انتوا بتقولوا عليه الشمندر، احنا بنقول عليه البنجر. ماشي. اشربي منه على قد ما تقدري، لا ضرر ولا ضرار، ولا هيضرك اطلاقا اطلاقا. شوفي بقى ازاي، ولا ضرر ولا ضرار حقيقة. حطي منه على جميع العصاير اللي انت بتعمليها. عصير موز حطي عليه بنجر، عصير فراولة حطي عليها بنجر، عصير جوافة، انا عملت عصير الجوافة، عملت عصير جوافة بالبنجر، كان تحفة، كان تحفة بجد. دخلي البنجر في جميع العصاير بتاعتك، مقوي المناعة. بيعمل ايه الناس اللي عندها فقر دم او انيميا، بيعالج الانيميا كويس جدا جدا فوق ما تتخيلوا، لنسبة الحديد اللي فيه لن تتخيلوا. شوية حاجات بسيطة وسهلة، ولكن هتدينا باور طول اليوم، هتدينا طاقة. طبعا انتوا عارفين الشتاء بقى والسقعة والخمول والكلام ده كله بقى عايز يدخل تحت البطاطين ويتدفى ومش عايز ينزل، مش عايز يروح، لا، الحاجات دي كلها تدينا نشاط وحيوية، واحنا محتاجين كل ده في الوقت ده. الكام شهر بتوع الشتاء دول يا جماعة احنا محتاجين كل الحاجات البسيطة السهلة اللي من بيتنا، اللي كل الناس دلوقتي عندها الحاجات دي، كل الناس. ناس كتير كتير بدأت تغير من شرب الشاي لشرب القرفة، لشرب الجنزبيل، لشرب القرنفل، لشرب حبة البركة. ناس كتير جدا. أنا عن نفسي ما كناش بنشرب الحاجات دي بصراحة. من أول ما عرفت فوائدها وعرفت الحاجات اللي فيها المغذية أولا. عندك الحلبة دي تحفة 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 تحفة. لما تعملي كوباية حلبة باللبن وتسقيها لابنك أو بنتك قبل ما ينزلوا الصبح من المدرسة، اضمني بأمر الله تعالى، فالله خير حافظا طبعا وهو أرحم الراحمين، ربنا هو أرحم من كل شيء. يعني بفضل الله تعالى ابنك أو بنتك هيبقى صحتهم زي الفل، وطبعا برعاية الله ده أكيد. ومش عايزة أطول عليكم، بس حبيت اقول لكم الفوائد السهله البسيطه الحلوه الجميله دي، اللي ناس كتير مبتعد عنها. يعني ناس كتير بجد مفتقده الحاجات دي، معتمده على الشاي القهوه، النسكافيه، لا، غلط 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 بجد. يعني لا، نتجه شويه للحاجات الصحيه يا جماعه. ربنا يعافينا ويعافيكم، اللهم امين يا رب العالمين يا رب. دي مجرد شوية نصايح كده وشوية معلومات بسيطة، يا رب تكوني استفدتي مني. ولو انتي لسه معايا لغاية دلوقتي واستفدتي مني ولو بمعلومة بسيطة جدا، اعملي لي لايك، فعلي لي الجرس، فضلا منك طبعا حبيبة قلبي وليس امرا. وبحبكم في الله، وربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من اي داء، ويعافي ولادنا وبناتنا ويهدلنا الحال جميعا يا رب، اللهم امين. اقول لكم ايه؟ لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. مع الف سلامه حبايب قلبي، اسيبكم في رعايه الله.